اهلا بيكم يا معلمين، وحلقه جديده ورجعنا تاني واحداث سخنه، احداث مولعه، احداث حزينه عن ناحيتين. مفيش حد فرحان، الناس كلها زعلانه والحروب كلها قايمه، وسنه غريبه، سنه بنت كلب. ارسنال متصدر والزمالك متصدر والدنيا خربة وريال مدريد وهو عطلان بيكسب 3. محدش فاهم حاجه. عامل ايه؟ تعبان يا زميلي، كلنا تعبانين. تعبان. جلطة سراي ها. هو انا قلت لك، أنا مش بس عايز يعني انت أتكلم. بس ما سمعتش كلامي وكنت واثق من الفوز وكل الكلام ده كله. بس انا قلت لك يعني هي جلطة سراي هي على قد ما إن هي قويه. لازم نسجل الحلقة دي وتيجي. معلش يعني بص، ما هي الكوره كده، احنا هي متعه الكوره هي كده. بس يعني خلينا بس نبدا بيك ونشوف انت ايه الدنيا وارن ماتش سلوت تعمل ايه. زبالة، ماتش زبالة برو. أنا كان بتفرج على الماتش في كمية استفزاز في الملعب، حتى من اللعيبة. يعني واحد زي زوبوزلاي، يعني إيه player of the season، يعني man of the season، ما جاش. حدش فيهم جه. حلو. إكاتيكي جاله فرصة، يا إلهي يا إلهي، اللي الجون صدها دي، قلب نونيز قدام اللي الجون صدها اللي هو حطها. ما أنا فاهم. لا هو حطها حلو، بس يعني كان فيها توفيق كبير ماشي يا عم، للحارس ما يعني. اقدرش اقول حاجه. هو بس يعني ما شطهاش بره، نونياز ده حاجه تانية. ماشي يا عم، بس عايز اقول لك على حاجه بس يعني. 1-0 يعني اتس اوكي. اتس اوكي. اتس اوكي. هو فعلا انا it's عايزهم okay. يقولوا على ارضي It's بقى. okay. بس في حاجه، انت الماتش ده على الانفيلد. انت احمد ربنا ان انت خرجت 1-0. اه انت جم عليك في الشوط الثاني وجون اتلغى. انا عايز اقول لك ده اكتر ماتش اثبت لي ان اللي واقف بره ده شيف شاورما، ده مش مدرب. يعني هو دلوقتي جالاتا سراي اول الماتش كانت بتعمل ايه اصلا؟ انت لو شفت ماتشهم مع اليوفي، هي فرقه بتبني كرة من تحت، بتعمل بيلد اب وبتطلع بالكوره حلو. لما جيت اتفرجت عليهم مع ليفربول، اول ماتش كسبوك 1-0، هم ضربوك بنفس الحاجه دي وكسبوا بيها 1-0، وبعد كده ايه؟ قفل. يعني هو كسب 1-0 ونام على الجون ده وبدأ يستقبل لعب منك ان انت تروح عليه. تمام. ده كان في الماتش الاولاني. حتى انت تفتكر في الماتش الاولاني انت كان ليك هجمات اكتر، كنت اللي هو قريب شويه تتعادل. الماتش ده هو عمل معاك ايه؟ كان زرع، كان زبالة. اول 10 دقايق هو كان بيحاول يبني الكرة من تحت، هناك بتعمل هاي بريس. قال لك بس يا معلم تعالى بقى هعمل لك ايه؟ هرمي لك الكرة الطويلة. بيرمي الكرة الطويلة في ظهر مين؟ جو جوميز وكوناتي ده اللي كان مراهن بثروته على النعمة اللي دخل جون في نفسه وخسركم 5 من الماتش ده. مش عارف، كان مراهن. انا بتفرج على الماتش حاسس ان احنا ناقص واحد. لا انت الماتش ده انت احمد ربنا ان انت خرجت 1-0. انت كنت ممكن تخرج 3 طب ما تفصل التليفون. سوري عادي بتحصل. كمل ما يهمكش. كفايه استفزاز اللي احنا بنتفرج عليه على التلفزيون. عادي بتحصل. كمل ما يهمكش كمل. انا حاسس ان احنا كنا ناقصين واحد. ماشي ناقص واحد. انا مش يعني ما فيش. انا بتفرج كل ما الكوره تجيلنا حد بيعملوا بريس احسن مننا. بالظبط. لا غير البريس. هو عايز اقول لك انت الجون اللي اتلغى اوف سايد هو اوف سايد وكل حاجه، يعني انا شايف انه اوف سايد تمام. بس يعني اوسمن عايز اقول لك في كذا فرصه جات له، ده يخليك برضو تخاف لماتش العوده. انا فاهم الانفيلد والكلام ده كله، بس انت برضو مش ليفربول اللي بقى بيخوف على الانفيلد. او لا باخد. وبعد حاجه ثانيه بس يمكن تعرفها وما تعرفهاش، الجمهور بتاع جالاتا سراي ممنوع، متحرم عليها يعني انا تيجي الانفيلد. حلو حتى سواء متحرم او مش متحرم. انا بشوف في اوروبا موضوع الجمهور في ملاعب وملاعب بيفرق فيها. بتفرق يعني ملعب مثلا زي PSG ده ضرب نار، ده ضرب نار. بس انا خلينا في ليفربول يعني قبل ما نروح لBSG. عايز اقول لك ان انتوا في الماتش ده يعني جالاتا سراي راحت بكذا فرصه، فده ما يخليكش تخاف ان انت في ماتش العوده ان انت هتبقى نازل، انت متاخر في النتيجه 1-0 فهتنزل هتضغط مش عارف ايه، هيبقى في مساحات مفتوحه، فانت هتلعبهم الجيم اللي هم بيحبوه ان هو يلعب معاك على المرتدات. مش خايف ان انت تبلع جون او حاجه؟ لا ماشي، ما لازم اخاف طبعا. بس انا هقول لك حاجه، الماتش ده اللي جاي ده بيفكرني بالسنه اللي فاتت لما لعبنا PSG اول ماتش، بغض النظر ان احنا كسبنا بجون كده كفته. كنا لاعبين وحش جدا جدا جدا. جا PSG على ارضنا ولعبنا حلو جدا جدا، حصل العكس وخسرنا برضو. بس انت فانا لو قدمت الاداء ده، انا عارف الفورمه مختلفه، انا فاهم بس انا يعني تشامبيونز ليج نايت وانفيلد، تعرف الروح بيفرق.
انا بص على ريال مدريد. ريال مدريد خسرت كام ماتش وداخله ماتش السيتي تعبانه وعندهم اصابات كتيره، وهوبا 3 كده، هوب 1 احنا 2 خلصنا 3. ليفربول، عايز نروح لريال. لا مش حاجات خلصنا، انا بس بديك مثال يعني بص جالاتا سراي انا مش عايز اقل منها، هو فريق كبير ماشي، بس في نفس الوقت احنا ليفربول. انا معاك. بص وعلى الانفيلد الماتش ده فاللي هو ايه، احنا لسه 50-50 2 يعني 3 4 المفروض يعني الماتش ده 50-50 2 3 4 ده في زمن تاني، لكن حاليا ما اثقش ان انت تقدر تعمل 2 4 يعني ممكن اللي هو ايه تكسب 2-1 وتخش اكسترا تايم تكسب 2-0 بس يعني انا شايف بدفاعكم انتوا هيخش فيكم جول. هو الاستفزاز كله من ارني سلوت ان ما دخلش ريو انجوموا، بغض النظر الواد صغير انا فاهم وملهوش خبره و بس مهاره. يعني انت وقف كودي جاكبو، طب بيعمل ايه جاكبو؟ طب انت شايف ايه من جاكبو؟ بص. يعني انا بتفرج على كل ماتش مع ليفربول، انا لما بتفرج لما ريو بينزل الواد عنده ثقه، اللي هو ايه انا هخش، انا همرقص، انا ام جونا تراي، هحاول اخلق مساحات، بيعمل. لا حلو. هو كودي جاكبو ما بيعملش كده. الولد يعني ريو هو كويس تمام، بس لوحده من غير مدرب مش باين قدراته كلها. لو في مدرب بيحطه في مكانه صح وعارف يستغل لعيبته صح انت هتقدر تستفيد. ماشي بس يعني انت شايف ان احنا خسرانين الماتش 1-0، مش قادر تديله 10 دقايق، مش قادر تنزله مكان اكاتيك اللي لعب من اول الماتش وتعب. شايف ده مدرب مش شايف. ما هي حاجه مستفزه يعني ازاي انا واحد قاعد لما نفس اللعبه ونفس الطريقه تتكرر عليك شوط كامل وانت مش عارف توقفها، ما استفزاز. ده انت مش مدرب، مش بيغير حاجه. انا مش ما شفتش اي تغييرات. جو جوميز يعني عندك فريمبونج طلع صلاح ونزل فريمبونج، طب انت ليه ما طلعتش جو جوميز وحطيت فريمبونج يبقى هو وفريمبونج وصلاح؟ انا مش فاهمها دي برضو. يعني هو الفكره في ايه؟ طب انت دلوقتي طلعت صلاح ونزلت فريمبونج، انا مش فاهم. انت طلعته وطبعا مش هيطلع جو جوميز عشان اللي هو ايه قال يعني عشان ما افتحش دفاعاتي قوي وما استقبلش جون تاني. طب يا حبيبي انت وانت بتلعب اساسا في وضعك الطبيعي انت رايح عليك انفرادات، يعني لولا ستر ربنا انت الماتش ده كان ممكن يطلع 3-4 مستريح. ايوه ماشي انا معاك مستريح. انا معاك. فده شيف شاورما اللي واقف بره ده يعني انا مش مقتنع بيه وقلت لك كده من زمان واديك دلوقتي بدات تصدق. هو على العموم الماتش الجاي توتنهام 50-50 هو يعني. توتنهام الماتش اللي جاي وبعدين بعديه بقى الجالاتا. توتنهام مش مبروك عليك مبروك عليك دول اللي هيهبطوا. انا شفت لسته بالفرقه اللعيبه اللي عندهم المصابين على سسبندد اللي مش هيلعبوا الماتش يعني. لا هو ده فريق عادي يعني فريق بحاله 11 لعيبه بحالها. لا مبروك عليك. فبس جالاتا سراي وعلى ارضنا يعني طبعا ما فيش حد ممكن يتفرج على الماتش ده ويقول ان ليفربول هتخسر. ما ينفعش انت هتخش الماتش وتقول ليفربول هتخسر او انا السنه دي يعني الفيفوريتس دايما هتبقوا ليفربول. السنه دي انا ماشي اي حاجه ممكن انا ممكن بودو جليمت دي اصلا تاخد الشامبيونز ليج عادي صباح الفل. يستحقوها بصراحه صباح الفل يستحقوها ماشي. فاللي هو يعني انا بالاداء ده السيزون ده ما بقتش فاهم حاجه. بس خلينا نسيب ليفربول، تعال نروح مثلا ناخدهم ماتش او الماتش المهمه يعني توتنهام واتلتيكو. خلصت ماشي فيعني مش محتاجين نتكلم عنه. اتلتيكو بايرن عايز تقول اي حاجه عن حارس المرمى اللي بتاع اتلتيكو اللي بدل؟ بص يعني هي بتحصل في الكوره بس يعني المدربين اللي بيبقوا بره دول بعد ما بتحصل الحركه دي ما بيكملوش. تعرف ان ده كان اول ماتش للواد ده؟ أيوة كينسكي باين اسمه. أيوة. او انت بتلعب بفاكاريو الموسم كله ورايح ينزله في ماتش جاي في ماتش مهم زي ده. المدرب اللي بيدرب انا مش فاهمها برضه ده كان بيدرب يوفنتوس كان هيهبط بيهم اصلا يعني كان مضيعهم فده راح كبير ايطاليا بوظه. توتنهام اللي بيهبط هينقذه. صح يوفنتوس بايظه من فتره. مش الموسم ده يعني بس يوفنتوس جت عليها وقت من قريب كانت كبيره ايطاليا. فماتش توتنهام ده خلصان اتلتيكو صعدت ماشي. عندنا ماتش تاني بايرن 6-1 ده خلص خلاص ده مرتاح. عندنا ماتش تاني بي اس جي وتشيلسي ده كمان خلص يعني ده ما فيهاش خلاص. عندنا ماتش مين مانشستر سيتي وريال مدريد ده اللي انا ما اقدرش اقول لك خلص بالظبط اللي لسه كنت هقول كده عشان لسبب حاله ريال مدريد بالظبط وحاله السيتي. يعني السيتي هل هو الفريق اللي يقدر يجيب 3 أو 4 على الاتحاد 3-0 من غير ما يخش جوان في الدفاع؟ ممكن وممكن يعني لو هالاند رجع ولو هم يعني الاداء رجع هم ممكن وممكن بس يعني انا بحاله ريال مدريد وحاله السيتي
الماتش ده ممكن يحصل فيه اي حاجه. بالظبط. ممكن ريال مدريد اصلا تكسب، يعني الماتش ده ممكن يحصل فيه اي حاجه. اللي ممكن، لا ريال مدريد المفروض تكسب. ايوه اللي اقصده ريال مدريد ممكن تكسب في الاتحاد، تكسب الماتش الثاني. ايوه ماشي، مش ممكن مشكله يكسبوا، يعملوا فاللي هم هو عايزينه، بس يعني انا شايف ان أي ممكن حاجة. ممكن يحصل مفاجاه ريمونتادا. السيتي برضو بيب جوارديولا مش صغير. بالظبط بس هي السيتي، حاله السيتي ودفاعهم، مم. هل انت ضامن ان السيتي تقدر لا طبعا، تجيب 3 لا اجوان من غير ما انا مش تستقبل ضامن جون؟ حاجه، لا مفيش حاجه مضمونه، بس انا بالظبط. شايف ان ده الماتش الوحيد. لو هتقول لي الموتوشه كلها انه ماتش ان ممكن يحصل فيه ريمونتادا، هو ده، مفيش اي ماتش تاني، بس هو ده. في عندنا الماتش اللي بعده برشلونه ونيوكاسل، ده مفاجاه، دي كانت مفاجاه. هو مش مفاجاه، لان اللي شاف الماتش نيوكاسل كانت عامله ماتش على برشلونه. هو مفاجاه، ما تقنعنيش، هو مفاجاه ليه؟ بغض النظر ايه وايه، مين نيوكاسل ومين بارسا. ايوه بص على التاريخ. ما دي برضو بس حاليا مين اكبر حاليا، ما هو ده برضو اللي انا كنت بقوله في الاول، في ملاعب بتبقى رخمه. سان جيمس بارك ده ده ملعب رخم على الدوري الانجليزي كله جدا. فعايز اقول لك على حاجه، رتم فرق الدوري الانجليزي انت مش واخد بالك من حاجه. كل فرق الدوري الانجليزي ما فيش حد كسب. لا ما انا عارف، حتى ارسنال يعني كل الفرق ليه؟ لان انت لو خدت بالك، يعني لو مثلا بتعمل ايه، لو انت بتتفرج على الدوري الانجليزي وبتتفرج على الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي دلوقتي بقت ايه؟ بقت انت حاسس ان انت بتتفرج على فيزيكلي اكتر ومش عارف ايه، في خناقه بتبقى في لعب الكوره. اللعب بيبقى خناق، ما هو ما كده بيبقاش لعب اللي هو ايه انتنس كده. بالظبط. فانت دلوقتي لما جيت رحت اتفرجت بقى على ان هم بيلعبوا ضد فرق تانية، يعني سيبك من جيم برشلونه ونيوكاسل، خلينا نتكلم مثلا على جيم زي ارسنال كان بيعاني قصاد باير ليفركوزن بره ارضه. مش عارف السيتي كان بيعاني قصاد ريال مدريد، بالرغم ان السيتي كان في الاول يقدر يكسب. ففكره ان الدوري الانجليزي الكره بتاعته بقت الجيم اللي رايح جاي ده، وعايزين مرتده هنا ومرتده هنا ومرتده هنا، لما بتلعب قصاد فرق تانية بتلعب اللو بلوك بقى، وتلعب بقى مش عارف الناس، فالموضوع بيبقى صعب. فريتم الدوري الانجليزي لما متغير عن الكوره فده عامل فرق. بس برضو يعني نقدر نقول مثلا فريق زي ارسنال هيقدر يعدي باير ليفركوزن المفروض مرتاح، الا لو حصلت مفاجاه. برشلونه المفروض ان هو يقدر يعدي نيوكاسل، بس مش هيكون الماتش برضو اللي هو السهل يعني. لا هيبقى ماتش صعب، ودفاع برشلونه ممكن يلبس جون كمان. فممكن الدنيا تصعب، بس يعني نتوقع نقول مثلا برشلونه وارسنال دول هيعدوا. وبودو يعني ما اعرفش ده ممكن، بس يعني هم بصراحه انا اشجع بودو ان هم يعدوا. فريق زي ده تشجعه تشوف ان هو يعمل ايه بعد يوصل لفين بالظبط. وفي اتلتيكو، فده كده خلاص كده خلص خلاص. نخش على الناحيه الثانيه. ما احنا قلنا الناحيه الثانيه بايرن خلاص. وريال مدريد يعني الاقرب ريال مدريد. فكده هيبقى عندنا في وبي اس جي فاينل ريال مدريد وبايرن. والماتش ده يعني انا اقدر اقول لك من ماتش جامد. بايرن هيعمل من ريال مدريد صينيه كنافه. صينيه كنافه، هيطلع عليه القديم والجديد. بقى لهم 12 سنه بيتعذبوا، فتعالى بقى انا هطلع عليك القديم والجديد والدنيا اللي حرق اشجار بايرن والكلام الجميل ده كله. بس وعندنا الماتشين التانيين ليفربول وبي اس جي، ده ما اقدرش اقول في حاجه، ده 50 ماشي. والماتش الثاني بي جي خلاص، يعني كل سنه وانت طيب. تشيلسي يعني كان في ايده ان هو يبقى 2-2 والدنيا حلوه وخلاص، يعني ارجع بقى ارضك واقفل بقى. ايوه لا قال لك خلاص، طب لبست جون، طب امسك نفسك. 3-2 طب 4-2 طب امسك نفسك. لا والله لا خد 5، انا ما بحبش اخد 5. الفرق 3 خلاص. فيعني ده مستحيل، انا شايف ده ماتش يعني من الماتشات اللي مستحيل يرجع فيه. وهو الاسبوع اللي جاي هيبقى منتوشه حلوه. بس عايز نقفل بقى الصفحه دي عشان في صفحه اهم من كده انا عايز اتكلم فيها، وعايز اسمع بقى عشان ايه. قولي. انت عندك كلمتين في زورك كده، انا عارف محشورين. ده انا هزعق. وبص يعني اي حد بيتفرج او اي حد حاطط السماعه يوطي الصوت عشان في زعيق جاي. اي حد زملكاوي هينبسط قوي مع الفيديو ده. لا زملكاوي مين؟ بص نبدا كلامنا. انا اقول لك على حاجه. عارف الحب اول حب في حياتك بيبتدي بيبقى حب ابوك، حب امك، حب اخواتك، حب اصحابك. رايح فين؟ بعد كده بتكبر، تتجوز، تحب مراتك، تحب عيالك، مش هنخلص، تحب اصحابك، تحب الدنيا دي كلها. لكن انا عمري ما في حب حبيته في حياتي ولا هيبقى قد الحب اللي انا بحبه للزمالك. يا ابني انا بحبك يا مراتك زمالك. بتتفرج على الفيديو ده. اسكت. انا بحبك يا زمالك. الزمالك ده يعني مؤخرا بقى ولا غيره يفرحني، ولا غيره يفرحني. يفرحك اكتر من الاهلي. انا زعلان ومتضايق على حال الفرقه وطهقان، وبقول خلاص الدوري ضاع،
الدوري ما بقاش في ايدي، خلاص ضاع. انا فرقتي ضايعه وبحفل، بس انا حقي هو مش حقك بس. لا حقي انا كان خلاص الدوري الزمالك لو كسب هيبقى 6 نقط. لا شوف السيناريو، الزمالك خسران 1-0 من انبي بضربه جزاء، صح مش ظلم. اي حد هيقول ظلم ده ما بيفهمش حاجه، صح. الزمالك اتحسب عليه ضربه جزاء تانية، صح. خبطت في العارضه ونزلت خبطت على الخط، ما عدتش، ما اتحسبتش، تمام خلاص. فالنتيجه 1-0. امين. وانبي عامل ماتش كوره على الزمالك، مسففه النجيله مسففه النجيله. الزمالك ما جاش يكمل الماتش وانا قاعد مع كل هجمه بتنطط واقول لسه فاضل دقيقه، دول ممكن يجيبوا جونين في اخر دقيقه. ما الزمالك لو خسر الماتش ده خلاص هيرجع الفرق ما بيني وما بينه 3 نقط. فالمفروض يعني اشباه الرجال اللي شبه الرجاله، هم شبه الرجاله بس ما لهمش علاقه بالرجوله باي حاجه. الناس اللي هي المفروض النجوم اللي هم رؤساء شركه دلوقتي، يعني دول مش لعيبه كوره، ده كل واحد فيهم رئيس شركه، رئيس بيزنس، يعني يقعد على المكتب بيه ما يلعبش كوره ويهين نفسه في الملعب. المفروض دول لو يعني شدوا حيلهم وعرفوا يسترجلوا بس ويجيبوا ربع مستواهم ويكسبوا ال6 ماتشات اللي باقيين، المفروض يعني على امل ان الباقيين هيقعوا على الاقل هتساوي معاهم في النقط، وممكن اكسب الدوري يا اما فرق اهداف او مواجهات مباشره، او ممكن ان انا ابقى زياده عنهم في النقط بس اكسب ال6 ماتشات. يعني انا حاليا فرصتي مكسب فاضل 6 ماتشات. مفيش بلاي اوف صح؟ ما هي البلاي اوف ما انا مش فاهمها، انا مش فاهم بص اول 7 بتاع الدوري المصري اول 7 هيلعبوا في جروب لوحدهم، وتاني 7 وال14 التانيين هيلعبوا 14 اوكي 20 الدوري لا كام 21 اوكي. احلى دوري في العالم، واضح احلى نهايه يعني اول 7 هيلعبوا مع بعض في بلاي اوف كده والتاني وال 14 6 ماتشات تمام. ال6 ماتشات عندنا سيراميكا وبعدين سموحه وبعدين ناخد وبعدين نلعب مع بيراميدز وبعدين الزمالك وبعدين المصري وبعدين انبي. تقريبا هو ده دوري لوحده مش بلاي اوف زي ما هو ده 6 ماتشات مش زي نوك اوت يعني. لا مش نوك اوت، دوري يعني 6 ماتشات بس هم بيسموه يعني البلاي اوف يعني تصفيات بس كده، مفيش رايح جاي، هي بس ماتش واحد، هو ماتش واحد اللي يجمع اكبر عدد نقط يكسب الدوري. اوريدي بيراميدز والزمالك فارقين عني 3 نقط، بس انا لسه هلاعب بيراميدز والزمالك. لو كسبت ده وكسبت ده يبقى خلصت. لا ما خلصتش، هبقى انا خلاص يعني انت متصدر، هبقى سويت عدد النقط معاهم. ليه؟ لو غلبت الاثنين يبقى متصدر. لا مش متصدر. ازاي؟ غلبت انا الزمالك 40، الزمالك 43 نقطه وانا 40. ماشي فرق 3 نقط. لو غلبت الزمالك يبقى كده 43 ولو غلبت بيراميدز يبقى 46. ما هو بيراميدز ستيل هيكون بيكسب، فاهم قصدي؟ ما انتش عرفك ان هيكسب. ايوه بس يعني انا بتكلم لو هم يعني بيكسبوا ماتشاتهم وانا بكسب هنبقى كلنا ايفن. تمام. بس انا هستفيد من حاجه ان برضو الزمالك وبيراميدز هيلعبوا بعض، ففي حد فيهم هيوقع التاني. يا اما يا سلام ما ده انا بتكلم عليه ولعب جاز ما انا بتكلم عليه عشان يتعادلوا، ما ينفعش مصلحه. يا اما مثلا واحد فيهم يخسر او يبقى التاني يكمل معايا وهو ايوه ما انا فاهم. بس ده لو اللي عندي استرجله يعني، ده لو اللي عندي قرروا يلعبوا كوره. لان اخر ماتش احنا لعبناه احنا خسرنا 2-1. لعيبه ما عندهاش روح، ما عندهاش دم، ما عندهاش كوره، ما عندهاش اي حاجه. كل تفكيرها ان انا في فلوس وفي عقدي ومش عارف ايه. كل ده عرفت تجيبه من الماتش؟ ايوه فصصته كده من الماتش. ده باقي مش من ماتش، احنا من اول من اول الموسم. ماشي احنا من اول الموسم احنا ما لعبناش. ايوه بس يعني سيناريو برضو الزمالك كان ميزته في ايه؟ ان الزمالك اتحسب له ضربه جزاء في اخر دقيقه. صح. الزمالك يخش يحطها جون وينيمني زعلان. لا ده حبيبي، ده جدعنه، ده انت ده بقاله سنين. والله الاهلي ممكن الكام سنه الاخرانيين ما كانش ياخد اصلا بطولات، يعني في بطولات كنت ممكن اخسرها بس انا كسبتها بسبب ان الزمالك جدع معايا جدا. مش عشان انا قوي، الزمالك جدع معايا جدا. والله لو في حد ليه فضل عليك في الدنيا دي بعد ابوك وامك هو الزمالك. كياد قوي مش كياد، ده حقيقه. الزمالك يجي في اخر دقيقه يحط ضربه الجزاء يا ربي ترشع في العارضه فوق وتترد الحكم يصفر. افراح. فالزمالك بخسارته دي الدوري ولع كده، ورجع الدوري بقى في ايد كل فريق. بس ده حلو على فكره. اي واحد بيتفرج على اي دوري عامه عايز ان الدوري يبقى في حماس كده. بس عايز فين الحماس؟ لو الاهلي بيكسب
بفرق 10 نقط و15 نقط كل هو موسم. المفروض فين الحماس؟ المفروض ده اللي كنا متوقعينه يحصل السنه دي، لان انا معايا فرقه. ايوه عندك يعني فرقه يعني امام عاشور وتريزيجيه وزيزو الفرقه دي وبن شرقي. ايوه فرقه كبيره. والشناوي الفرقه دي بس عشان مش عايز اقول الفاظ يعني الشناوي ده اخر واحد، اخر واحد حارس صد وكان ليه فتره حلو فيها والكلام ده كله، بس حاليا غلطاته هتخلينا نلعب كونفدراليه. بس يعني اللي عايز اقوله ان الفرقه اللي معايا دي لو جابت 10 لو قرروا بس يلعبوا كوره، سيبك ما تلعبش تكتيك، ما تلعبش خطه. لو كل واحد بس يلعب اللي هو ايه، انا نازل العب كوره النهارده، انا نازل التيشيرت اللي انا لابسه ده هعرق فيه، تمام. مش اللي هو هجري وهتعب وهعرق. روح شويه حماس كده ما يزعلش حد. احنا هنكسب الدوري مرتاح. عارف ليه؟ لان في حاجه برضو بقولها، يعني انا اللي اهلاوي هيفهمها، اللي اهلاوي بجد هيفهمها. انا وحش بس هم مش جامدين. الزمالك وبيراميدز مش جامدين، هم باينين ان هم جامدين عشان انا ضايع. انا ضايع حق ربنا. عايز اقول لك حق ربنا وانا واحد اهلاوي. ماشي قول لي. اللي الزمالك عامله السنه دي معجزه، انجاز يعني انجاز. حلو. وانا المفروض واحد اهلاوي ما اقولش كده، بس انا بقول لك حق كوره. لا اللي عاملينه ده انجاز. عايز اقول لك الاهلي بالمستوى اللي بيقدمه ده انا ما استحقش اصلا اكون مع السبعه اللي بيلعبوا على الدوري. انا المفروض بالمستوى اللي انا بقدمه ده اكون مع ال 14 اللي بيلعبوا في المجموعه اللي تحت. ايوه بس انا كسبت ووصلت للنقط دي عشان باسم الاهلي. عشان في فرق بتنزل مش هقول لك يعني. خايفه، كان زمان بيخافوا من الاهلي، دلوقتي كل الفرق بتهاجم عليك وعايزه تكسبك، لان انت خلاص انت بقيت مطمع. احنا فريق يعني تنزل اللي هو دفاعات شوارع وكل حاجه شوارع. طب بسرعه عشان الوقت، انت المشكله دي مشكله يعني لخص في الكلمه، مش عايزك تطول. مشكله لعيبه ولا مشكله مدرب؟ 3 حاجات. لعيبه دي اول حاجه واهم حاجه. اداره بعد كده المدرب. بالترتيب. المدرب ده اخر واحد انا الومه. ليه؟ هيجي مدرب، هيجي 2، هيجي 3، لو الاداره بتخطط وبتجيب صفقات غلط وبتجيب لعيبه غلط مش هيفرق. الكوتش ده وساحر مش هيعمل حاجه. تمام. غير ان اللعيبه، انا لو مدرب، انا لو جوارديولا يا عم واللعيبه دي مش عايزه تجري، مش عايزه تلعب كوره، انا هاخد ايه منها؟ فلا. بس احنا عندنا ماتش الترجي المفروض يوم الاحد هنلعب هناك في تونس. ترجي. اتمنى اسبرانس. اوكي. ده في الكاف تشامبيونز ليج. والله بص كل التوقعات ده لاست 16 ده ولا كل التوقعات فيرست ليج ولا فيرست ليج. الفيرست ليج هناك على ارضهم. تمام. وبعد كده السكند ليج هتبقى تمام. في القاهره الاسبوع الجاي. بس فانا اتمنى ان احنا نكسب ونعدي، بس بالمستوى اللي احنا بنقدمه ده صعب. احنا لو قابلنا بلديه المحله من الدوري طلع الجيش الدوري الثاني القسم الثاني هيكسبونا. طلع الجيش مش او انبي يعني مش فارقه، اي حد هيكسب. فكل الفرق بتلعب كوره، انا الفرقه الوحيده اللي في الدوري المصري انا ما بلعبش كوره. فربنا يسترها وان شاء الله وعليك. الحلقه الجايه لما نتقابل تكون انت صعدت وكسبت. امين. واكون انا مش فارق معايا صدقني اكسب قد ما فارق ان الروح ترجع. ايوه. لكن ان انا اكسب مكسب اللي هو 1-0 وانا عارف ان انا بعد كده في مصيبه جايه بسبب رعونه اللعيبه ودلعهم. تمام. ده ما عندي ولا يساوي اي حاجه. بس كده، واتمنى ما نكونش طولنا عليكم. لايك وسبسكرايب وشير انت واصحابك يعني، وفيدباك في الكومنتات مهم. ودلع الدنيا، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.